ملخص اللي حصل في الجولة ال 18 من فانتازي بريمير ليج، فيلا بينا. مبدئيا أول يوم كان ما بين ماتش عادي جدا كريستال بالاس وبرايتون، مش مهم أوي بالنسبة لنا فمش هنتكلم عنه. تاني يوم بقى كان ماتش مهم ما بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد. أستون فيلا لو كان كسبت كانت هتبقى متصدرة الدوري لو أرسنال وليفربول ما كسبوش، يعني تعادلوا هما الاتنين سوا. ولكن طبعا أستون فيلا للأسف بتتعادل وبتضيع على نفسها صدارة الدوري تقريبا للمرة الأولى في تاريخ في التاريخ الحديث بتاعها يعني. وبتضيع منها فرصة كبيرة قوي. بعد كده في اليوم التاني شفنا مانشستر يونايتد بتفتتح اليوم بخسارة 2-0 من ويست هام يونايتد. قدوس جاب جون، وبون جاب جون، واريولا طلع بكلين شيت، وكله طالع مبسوط ومفيش اي حد طالع متضايق من الماتش ده. اما الماتش اللي بعده كان برضه في نفس يعني بعدها في نفس اليوم. لوتون تاون ونيوكاسل. نيوكاسل بتخسر في ارض لوتون تاون. لوتون تاون على ارضها بتبقى صعبة جدا.